يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء، إن كنت باكيا لكل شيء فابكي على الوساق. قتيل العبرات يا أسير الكربات يا حسين سيدي أبكيك يا منهوب الرحال سيدي أبكيك يا نائمون على الرمال يا ابن الزهراء سيدي أبكي وليس بكائي إلا لفقدك يا حسين أبكي على شفائك الذابلة أبكي لشيبك الخضيب أبكي لخدك التريب أبكي لصدر مرضوض بحوافر الخيول أبكي لنسائك الحائرات أبكي لخيامك المحروقات أبكي لبناتك الشاردات أبكي لمصائبك يا حسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام له عدة محاور، تحتاج هذه المحاور إلى أيضا عدة مقدمات. أساس حركة الأئمة عليهم السلام، أساس حركة الأئمة لها عدة أبعاد تحتاج من الذي يدرس حياة الأئمة أن يكون صاحب استيعاب، صاحب ثقل علمي. والدليل على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام يوما من الأيام، وقد مر عليكم هذا الكلام ولعلكم سمعتموه أو قرأتموه وأنتم تربية المنبر، يوم من الأيام وقف على الجبانة أمير المؤمنين، جبانة يعني المقابر، مقابر النجف، وكان معه كميل بن زياد النخعي صاحب هذا الدعاء المعروف. أمير المؤمنين طبعا متحسر متألم، لأن ما يجد ذيك الناس الخلص اللي تحمل علومه تحمل أفكاره، وهاي هموم المصلح. أي إنسان يريد أن يصلح المجتمع يصلح الأمة يدخل في مداخل عظيمة، منهم من يكفره، منهم من يقول صاحب مصالح معينة، وهذا ما قالوا في الحسين عليه السلام.
قالوا بأن الحسين يسعى إلى الكرسي، فالإمام متحسر وين يروح؟ ما حد يسمعه ولا واحد يفهم علمه وقوله. مرة بالمدينة عند بئر يأتي ويحدث البئر، ماكو واحد يحمل هموم الإمامة. فعندما جاء للعراق أمير المؤمنين سكن في الكوفة، فعندما يريد أن يبث شكواه يذهب إلى المقابر، وكأن الأحياء لا يسمعونه لا يتحملونه، فيبث شكواه إلى الأموات. يذهب إلى المقابر ثم يضرب على بطنه وهو يقول إن ها هنا لعلما جما لو أجد له حمله. كون أنا الجناس يحملون هذا العلم وانت ليش تروح بعيد؟ يعني في بعض الأحيان رب العالمين يعطيك سر من الأسرار بالرؤيا، حلم يجيك فد حلم، هذا الحلم سر من آل محمد، هذا السر الإنسان أصلا ما يتحمله. ثاني يوم بالقهوة سولفه، والله جاني الإمام الحسين، جاني أمير المؤمنين مثلا. هاي أكو أسرار آل محمد يهبونها للمؤمنين، هاي لازم ما تطلع، هاي بس إلك. أكو رؤيا خاصة بيك ما تطلع. هو أنت رؤيا ما قدرت تتحملها، علوم آل محمد شلون واحد يتحملها؟ فيقول الإمام إن ها هنا لعلما جما لو أجد له حمله، يعني حملة علم آل محمد مو شيء سهل. حتى ورد في الأثر عن الإمام الصادق عليه السلام أو أحد الأئمة يقول الإمام عليه السلام إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. نفي، هذا نفي، ما يستطيع واحد يتحمل علومهم. وأكو استثناء في رواية أخرى، هن روايتين، لا يتحمله إلا، هاي إلا أداة استثناء باللغة العربية. نبي مرسل هم مو نبي عادي، ملك هم مو ملك عادي، مقرب لازم، ومؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. ادعاء الإيمان مو شيء سهل، كل واحد يقول أنا مؤمن. أين الامتحان في قضية الإيمان؟ ميثم التمار امتحن عليه السلام، ثبت على إيمانه. وقد وجدت هذه الحالة بالعراق ترى، امتحان الإيمان. يعني من كانت قضية اللطيفية جماعة بكية أو كوستر كمشوهم بيهم 11 واحد تقريبا، وعلى رواية كوستر سيارة كبيرة. مجموعة من الشيعة، هذا أبو لحية وشعر طويل ودشداشة قصيرة، قالوا ما أنا خليكم تطلعون من هاي السيطرة مالتنا، ولكن بشرط أن تشتموا عليا، تشتموا الحسين وتبصقون على صورة الحسين. هاي الصورة. منهم من ضعف إيمانه، هذا ايش يسوي؟ الدنيا مو شيء سهل، الحياة حلوة، واحد يقطع عمره على مود علي بن أبي طالب مو شيء. جماعة منهم والله شتموا أمير المؤمنين، بسقوا على الصورة. واحد من عندهم قال لا والله أنا علي يسري في دمي، علي جالس في حياض قلبي، أنا ما الأشتم على مود الدنيا، لا والله. فعلا ذبحوه. هذا مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، لأن علي هو الإيمان، أمير المؤمنين هو الإيمان. لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. إيمان هو علي، وعلي هو الإيمان. امتحن الله قلبه بالإيمان. فيقول إن ها هنا لعلما جما لو أجد له حمله. كميل مجاور للإمام قال سيدي هل لا أفضت علي من علمك؟ سأنا خذ كميل ومن الصحابة المقربين وياك يا أمير المؤمنين. قال يا كميل إنك لا تتحمل. كميل ما يتحمل، إنما تأتيك منا رشحات، تجيك رشحات من عندنا. صار رشحات مثالها شنو؟ سدول كستيل بالصيف خلي بيها مي بارد وثلج، تشوف اكو رشحات خارج الدولكي. هاي الرشحات هاي كلش بسيطة، أما الأصل هو الماء. قال له أنت تاخذ من عندنا رشحات،
وتوصل إليك علوم قليلة بسيطة. مع ذلك هذا الثقيل كميل بن زياد ومرقده معروف بالكوفة، هذا الرجل أمير المؤمنين يقول له أنت ما تتحمل علومنا، صعب، يحتاج إلى واحد ممارس ومتمرس بعلوم آل محمد. مثلا ميثم التمار أمير المؤمنين وهب له جزء من علمه وهو علم المنايا والبلايا. تقف أمام ميثم يقول لك أنت راح تتزوج. بالمناسبة هي هاي هم صارت عندنا بالمنطقة بالولاية هسه، وجماعة يقرؤون الكف، قرأ لش كم كتاب ماخذه من المكتبة بالنجف، واكو كتب السحر الاحمر والسحر قام يشتغل بيها. هاي قال لك خيره وفلوس، دجاله ذولا ناس دجاله. وانا سبق وحذرت ما دام اخوتنا المؤمنين جالسين احذركم منهم، واحذركم وحذروا نساءكم يا اخوه، ذولا دجاله فسقه بل زنات، نستجير بالله. مد ايدك خلنا نقرا لك الكهف وهاي السوالف، وانا عندي علم الجفو وعلم ولكن ميثم عنده علم المنايا والبلايا وما اشتغل بيها، كلها اسرار خلاها. ومن يريد يعطيها علما يعطيها الحبيب بن مظاهر الاسدي، يعطيها المسلم بن عوسجه، ثقيل يعطي الى ثقيل، وهذا العلم مو كل واحد يتحمله. شوف بعض الأحيان واحد يصير عنده بركة، يصير رب العالمين يطيفد موهبة من المواهب لإيمانه وتقواه، رأسا فتح له مكتب بالبيت وصار ياخذ خيره، وتشوف لك النسوان والزليم وسيارات تجي من غير مناطق. شنو هذا؟ عنده شارة مثلا، بس خب لا بأس عندك بركة، وإذا بيك بعد مدة تشوف سياراته وكذا، وهو هذا الرجل من تطلع عليه تلقيه دجال. دجال يعني بمعنى الكلمة، وأنا مسؤول عن كلمتي، أنا أحكي عن المنبر. أنت إذا لا سامح الله ضاق بك الحال عندك طبيب كبير وهو علي عليه السلام، عندك مستشفى كاملة اسمها الحسين، تقف عنده والله العظيم واحد من أهل غماس الشيء بالشيء يذكر، انتقل علما لكربلاء، كربلاء شال، هو مدة من الزمن منتقل هناك، يقول أنا صار عندي مولود طفل صغير سبحان الله أصيب بالسرطان، طفل وهم شكله حلو لطيف مثل الوردة، طبعا يكسر خاطرك وبنيك وطالع من كبدك تتأذى تتألم. يقول فريت عليه الأطباء القاصي وداني، ما صارت له شارة، مرض خطر هذا مو سهل. بعدين انا تفطنت لروحي قلت صدق بالله انا رايح الاطباء ذولا القاري لي كم كتاب ودارسين مصوب على راسي هم، بس انا عندي طبيب كبير عايفه وهو الحسين. قلت انا بدي اسال الطبيب هذا اللي يسولفون عنه، والله يقول جيت همين انا قلبه مكروب ومتاذي ومصدوم، وابني هذا وليدي فتشت عين، ربيت للحسين مثل مو بعقلي، حتى الناس لامتني يعني بعدين، قلت لهم والله مو بعقلي انا مو بعي. يقول دخلت الى الامام هيك شايل يدي هيك، قلت له سيدي انت عندك واحد اسمه عبد الله الرضيع وانا هم عندي رضيع، بس ما معقوله يعني انت ابو الطب تجيك الناس من العالم باجمعه الطيب، هم انا يمك جارك، ما معقوله، مو انا قلبه تسرد من كثر ما رحت للاطباء وهذا الليل كله يبكي، شكو دواء بالعالم جبته له انت ما تداوي، معقوله؟ يقول والله خلصت الزياره نصف ساعه خابرتني زوجتي قالت شنو هذا قام ياكل، هو اصلا ما ياكل ولا يشرب. قلت لها عمي مو هذا الطبيب كبير الشغل مالته يختلف، مو تروح الواحد اصلا جاهل صلاه ما يصلي اكو من عندهم صدق، واكو من عندهم بس انا ما اقدر احكي عن من انتم احرار، الطب عليه نسوان يفعل ما يفعل نستجيروا بالله. ذولا دجاله ذولا، اذا خلينا الامر مفتوح راح تكثر الدجاله عندنا حشاكم، والمفروض الدجال ما يقعد بوسطنا، احنا العلم، احنا شيعة آل محمد اصحاب دليل اينما ماله جميل. فاكو علم، هذا العلم لا يستطيع ان يتحمله احد الا ان يكون ثقيل صاحب امتحان وممتحن. الامام الصادق عليه السلام كانت مدرسته مدرسة علم
لمن كان ثقيلا، لأن علوم آل محمد وعلوم بالذات جعفر الصادق تتقسم إلى عدة أقسام. شوفوا هذا المنبر، يعني أنا أقول المفروض ما يقال له منبر ديني ولا يقال محاضرة دينية، المفروض يقال لها محاضرة شنو؟ علمية فكرية، لأن منبر جعفر بن محمد الصادق منبر الحسين عليه السلام لا يبث فقط دين، لا، ليس علوم فقه وأصول فقط، علوم فيزياء، علوم كيمياء، علوم رياضيات، علوم فلك، علوم طب، علوم صيدلة. الإمام الصادق عليه السلام أكو مؤلف اسمه أسد حيدر ألف 8 أجزاء في علوم آل محمد، طبعا نقطة من بحر آل محمد وبالذات الصادق، اسمه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. اسمعوا ماذا قال أسد حيدر، اقرأوا ماذا قال أسد حيدر، وهذا الكتاب صار له 50 سنة مؤلف أو 60. وانتم هالمعرفة، وما اتصور الانترنت موجود وبقوة بهذه المنطقة. اكتب جعفر الصادق، علوم جعفر الصادق، اكتب علم جعفر الصادق عليه السلام وشوف، حتى الجوجل هم يوقف يجوز، يقف مذهول امام هذه العلوم المتعددة. ومن ثمراتها أنا ذاكرة لكم، ولعلي إذا وقفت على هذا الشخصية هاي، وهاي الشخصية أيضا عراقية بالذات بالمناسبة، يعني من الطريف أن تكون هذه الشخصية التي أبدعت وفتحت بالعالم هو عراقي. هذا الشخص اللي كان تلميذ الإمام الصادق، والإمام الصادق كان بالمدينة بالحجاز، سافر له من الكوفة إلى المدينة للسعودية، يعني متأخرا سموها سعودية، هي الحجاز. والطريف أنه عراقي هو هذا، اسمه جابر بن حيان الكوفي. أيضا أرشدكم يا إخوة، أنتم قاعدين الآن بالموبايل اكتب جابر بن حيان الكوفي وشوف تطلع لك علوم رضوان الله تعالى عليه. فإذا أول حركة من حركات جعفر الصادق عليه السلام هو كان ميزان العلم، مركز العلم، قطب رحى العلم عليه السلام. وأنا أستغرب، يعني شوف والله التفتوا وياي، يعني انت صاحب علم ودرايه، انتم القاعدين اخواني سامعين، بس اعطيكم نقطه واحده ان نكون علماء، لا تاخذنا العاطفه القلبيه ارجوكم. شوفوا هذا الكلام منطقي راح اطلقه عليكم وعلمي، ووزنوه انتم بميزان العلم، ادرسوه وتعالوا خلينا نتناقش انا وياكم. أرجوكم، هاي التفاتة أريد لكم بها هذه الليلة، التفاتة لعله تغير حتى نمط حياتك، نمط تفكيرك، نمط حتى إيمانك. خلينا نكون أصحاب إدراك، أصحاب عقلية، أصحاب فكر، خلينا نميز العقل والفكر هو اللي يميزنا، خلينا نصير أصحاب دليل وميزان. هنالك 3 علوم الآن منتشرة، وهاي قد أشاروا لها آل محمد لقيتهم، يعني بعد ما شفت ذن العلوم ال3 لقيت آل محمد هواية يركزون على ذن العلوم. شوية التفتوا لي شباب. العلم الأول اسمه علم الاجتماع، العلم الثاني اسمه علم الإدارة، العلم الثالث اسمه علم التنمية البشرية. طبعا علم الإدارة علم جدا مهم، الآن أساتذة به بالعالم لقيت حتى ماجستير ودكتوراه وبروفيسور في قضية علم الإدارة، يعني شلون تدير المستشفى، شلون تدير مكتب، شلون تدير مركز شرطة، شلون حتى هذا الشرطي ماكو بالعالم يدرس شنو؟ كيفية التعامل مع الناس، اللي هو يسمونه قانون حقوق الإنسان. شلون أتعامل وياك؟ شنو اللفظة اللي أطلقها؟ هسه احنا واحد إذا قال للثاني سيدنا يقول له عم لا تقول سيدنا، هذا مو سيد، لا هناك مستر، تفضل سيدي. شنو تؤمر؟ هذا الشرطي يخاطب المواطن. طبعا اكو لغة الاحترام، لغة التبجيل، لغة التعظيم، هاي يكون يدرسها الشرطي.
يدرسها مدير المركز الشرطة، شلون يتعامل ويا المجرم، شلون يتعامل ويا المشتكي مع المشتكى عليه. علم الإدارة علم جدا ضخم. حتى المحل اللي انت تفتحه الآن داخله به في قضية علم الإدارة، شلون تدير المحل، شلون تدير مكتب مال بيع وشراء، شلون تدير محل مال نجارة، كيفية التعامل. يعني أنا بس نقطة واحدة أردق لكم بها. في علم الاجتماع هنالك قانون يسمى قانون التقديس. شلون يعني هذا؟ أرجوكم التفتوا يا إخوة. أيضا هاي تنطلق من الإمام جعفر الصادق عليه السلام، اسمه قانون التقديس. شنو معنى قانون التقديس إخواني؟ في علم الاجتماع يقول متى تقدس الشخصية. أنت اليوم تريد تقدس لك شخصية، تسوي له صورة كبيرة، تسوي له تمثال، ليه هذا يقدس؟ متى يقدس الإنسان؟ تريد تقدس لك إنسان اليوم، تريد تعطيه عظمة. الآن هسه ما أعرف أكو صور عندنا مال شهداء، هاي مناطق عندنا بها صور شهداء. أنا أسألكم أقول لكم ليش خليتوا له صورة وقدستوه هذا بالصورة الشهيد؟ طبعا مشاعرك راح تتكلم. لا، أنا راح أعطيك قضية عقلية اجتماعية بعلم الاجتماع، قانون هذا على أساسه راح تتميز. عندك هواية أمور راح تتميز. هسه راح تجيب ذهنك أنت سؤال: متى تقدس الشخصية؟ لمتى نقدس الشخصية؟ أديسون اللي اخترع الكهرباء يستحق التقديس؟ ستقول لي هذا كافر يهودي مجرم، هذا ما يصلي، ما لي شغله به، أنا مو شغله دينية أحكي لك، ولا أحكي لك يصوم ويصلي ويخمس ويزكي، مو هاي قضية. بعلم الاجتماع علم حضاري الآن هذا. هل أديسون يستحق التقديس؟ أعطيك القانون تطلع لك المفردات. أينشتاين هل يستحق التقديس؟ نيوتن هل يستحق التقديس؟ اللي اخترع الكمبيوتر، اللي اخترع السيارة، اللي اخترع الطيارة، اللي اخترع التلسكوب، ذولا يستحقون التقديس؟ اللي اخترع الباراسيتول، هاي الحباية، اللي اخترع الفولتارين، اللي اخترع الأنسولين اللي هو للسكر، اللي اخترع واخترع، ذولا يستحقون التقديس؟ بعلم الاجتماع راح أعطيك هذا القانون تطلع لك المظاهر قبالك هسه. القانون يقول تقدس الشخصية بمقدار عطائها للأمة. ايش كثر يعطي للأمة يستحق شنو؟ هسه أنا مالي شغلة بيه متدين مسلم مسيحي يهودي كافر، ما أعرف، مو يمي. قانون يقول تقدس الشخصية بمقدار عطائها للأمة، والأمة هم مو الأمة الإسلامية، بمعنى أكثر دقة تقدس الشخصية بمقدار عطائها للإنسانية. أديسون بهذا القانون يستحق لو عمله ما يستحق. الآن العالم انفجار صار به على المستوى العلمي بالكهرباء. هذا الرجل أفنى عمره كله آلاف التجارب حتى وصل إلى أن ينشئ المصباح الكهربائي. هو سوى مصباح كهربائي من مات. بريطانيا طفوا الأضواء كلهم، بريطانيا بأجمعها من مات طفوا الضوء، قالوا هو هذا المخترع الضوء مات، يعني مات الضوء وياه. إنما تقدس الشخصية بمقدار عطائها للمجتمع للإنسانية. أنت مو تجي تقول لي هذا رئيس حزبي وسوي له صورة كبيرة. أسألك سؤال: قدم شيء؟ صنع شخاطة، سوى له إبرة، صنع له حباية باراسيتول، حاك لزولية وداعتك ذولا اللي يحوش لزولية لو عباية، هذا يستحق التقديس، لأن هذا قاعد يخدم الإنسانية. تعطيني واحد الآن يخدم الإنسانية حتى يقدس؟ ما أحكي لك قرآن أنا هسه، لا تقول لي أنت قرآن وإسلام، لا مو يم الإسلام أنا هسه. الآن في علم الاجتماع، علم حضاري يؤمن به كل أحد، وعلم قائم على العقل وعلى الفكر وعلى المنطق.
أنا أقدس فلان وأسوي له هالة عظيمة وأدافع عنه دفاع مستميت. تعال هو سوى، اعطيني شيء بالأرض. أحيا له إنسان بالعكس، أعطى للإنسانية شيء، هذا الشيء يستفيد منه، تستفيد منه الإنسانية ماكو. ليش قدسنا؟ شوية التفتوا لي، ليش قدسنا جابر بن حيان الكوفي؟ اليوم من يسألونكم وانتم اصحاب درايه وعندكم انترنت، تخاطب لك واحد اوروبي يقول لك انت هوايه مطين هذا الامام الصادق. هو شنو الامام الصادق؟ احنا عندنا قانون وعندنا علم اسمه علم الاجتماع وقانون التقديس، لا تقدس الشخصيه الا بخدمتها للانسانيه. هل خدم الانسانيه جعفر الصادق؟ طيني حتى قدسه. مو انتم تسوون مآتم ومجالس وتبكون على قبور مهدومه، ليش؟ سؤال جيد لازم تحضر جواب له. مو تقول له القرآن يقول قدسوا الصادق، يقول لك انا ما اؤمن بالقرآن. مو تقول له النبي محمد، يقول لك هو منو محمد صلى الله عليه وسلم. انت لا تسولف لي بهاي، سولف لي بالمنطق والعقل. هاي شو يسمونها؟ شوي التفتوا لي، هاي شو يسمونها القراءة؟ يسمونها القراءة الحضارية للأئمة. وعندنا عدة قراءات للأئمة. اليوم نقرأ الإمام الصادق، نقرأ قراءة دينية، نقرأ قراءة روحية، نقرأ قراءة ملكوتية، نقرأ قراءة حضارية. اليوم نريد أن نقرأ الإمام الصادق قراءة حضارية حتى ننشر تعاليم الإمام الصادق للعالم. مو تقول لي الإمام الصادق كان يتعبد، هو ما يؤمن بالعبادة. مو تقول لي الإمام الصادق كان يختم القرآن، يختم القرآن على المستوى الديني هذا، لا أعطيني مستوى حضاري يؤمن به الجميع. 7 مليار بالكرة الأرضية الآن، مو كل احنا متفقين ب7 مليار على الصلاة. مو صحيح عمي؟ 1.5 مليار قول المسلمين كلهم، 5 مليار ونص دول ما يعرفون شنو صلاة. لازم نؤمن بقضايا شنو؟ يسمونه العامل المشترك بالرياضيات. اكو عامل مشترك بيناتنا، شنو هو العامل المشترك؟ العامل المشترك العامل الفكري، العامل العقلي، العامل الخدمة الإنسانية. إذن تقدس الشخصية بمقدار شنو اخواني؟ عطائها للإنسانية. خلينا نشوف الإمام الصادق أعطى للإنسانية. بين قوسين نفتح قوس ونسده. الآن شوية التفتوا لي انتم هالمعرفة، العالم الآن يتحرك على أساس الكيمياء. جسمك الآن كيمياء، حركتك الباطنية، الطعام والشراب، إنتاج الدم، ما شابه، كله كيمياء. إنزال المطر، نبات، كله كيمياء. حركة الوجود كلها حركة كيميائية. إذا الكيمياء أساسية في حركة الوجود. تعال إلى جابر بن حيان الكوفي، رجل كوفي عراقي من هالعراق، شاب مثل هالشباب الطيبين، بس شوفوا هذا ايش قد عنده علوم وش كثر أبدع. من أعظم العلماء في أوروبا يقولون أن جابر بن حيان الكوفي أبو الكيمياء، أبوها. عالم آخر مستشرق يقول أن جميع علماء الكيمياء في العالم هم عيال على جابر. عيال شنو يعني عيال؟ يعني ماكو واحد يريد يروح للكيمياء إذا ما يمر على باب جابر بن حيان. أول من اكتشف حامض الهيدروليك، أول من اكتشف حامض النتريك، أول من اخترع جهاز التقطير المائي، أول من اخترع الدورق الزجاجي، أول من اكتشف الإكسير. يسمونه الإكسير، هذا مادة كيميائية تذبها على المعادن تصير ذهب. أول من اكتشف مادة كيميائية يذبها على الذهب تفصل الذهب عن النحاس، هذا الرجل. لحد الآن مصطلحات الكيميائية موجودة بعلم الكيمياء بعالم الأوروبي، ما قدروا يغيرونها. يعني الإمام الصادق تدرون ليه متى ولد؟ تقريبا 185 إلى 265. هاي الحقبة الزمنية طرح بيها جابر، خاف تعبتوا، جابر بن حيان الكوفي طرح بيها شنو؟
طرح بها علومه الكيميائية، مصطلحات الكيمياء لحد الآن موجودة وين؟ في كتب أساسيات كتب الكيمياء، ما قدروا يغيروها. وانتم قاعدين عندكم انترنت، افتحوا ارجوكم وكتبوا جابر بن حيان الكوفي، اول عباره بهاي الكلمه شو يكتبون؟ يقولون ان جابر له 3000 رساله علميه. 3000 رساله علميه يعني 3000 كتاب علمي. واحد من علماء اوروبا درس جابر بن حيان، قال هاي الكتب اللي الفها ترشدنا على ان جابر قد بقي 90 سنه. أخذ استنباط عمره من علمه وياي، لأن العمره 60 ما يقدر يألف 3000 كتاب. هنا مربط الكلام، هنا موضع الشاهد، هنا بيت القصيد. سئلوا جابر قالوا له هذا العلم منين جابر؟ كل العلم هذا اللي عندك؟ قال مضمون كلامه: كل الذي تعلمته من علوم هو من مولاي جعفر بن محمد الصادق. وشنو يا جابر؟ قال بويا انا شو تعلمت من الصادق؟ انا تعلمت قطره من بحره. انا هم قاعد اتيمم يعطيني مفتاح، يعطيني مفتاح تنفتح عندي افق. يعني هو شو اعطاني؟ مفاتيح. اعطاني مفتاحين 3 انفتح لي افق الكيمياء. ازيدك علم بعد، هو ترى مو بس عالم بالكيمياء، هو عالم بالرياضيات، خليها بيدك 2. عالم بالفيزياء 3، عالم بالفلك 4، عالم بالطب 5. هسه الطب شوي التفتوا، الطب ماكو طب بفرعين. الفرع الاول احنا عندنا الطب نوعين: طب الارواح وطب الابدان. طب الارواح ان شاء الله بكره باكر نقف عنده. شنو معنى طب الارواح؟ نقف على طب الابدان. جابر بن حيان الكوفي اكثر شيء، شوفوا هذا الانسان يحب الدنيا، اكثر شيء يهمه مو روحه، شيء يهمه جسده. ما شفت لي واحد اني قليل جدا واحد يهتم بروحه. يعني اليوم انت قعدت ما صليت الفجر تبكي على اليمن، ما يحتاج تبكي، بس ارجوك اذا لا سامح الله السكر صعد صدقني دمعته تطلع. شوف القضية الروحية ما له شغلة بها هو، لأن ما تمارس حياته. شنو يعني ما صليت الصبح؟ شنو يعني ما صمت؟ شنو يعني ما مخمس؟ شنو يعني ما مزكي؟ شنو يعني ما عندي بر والدين؟ قحط. أنا شو أصدقائي يضحكون بوجهي أو نضحك ومرتاح ورزقي ماشي علي من بعض، بس شوية خليه يسخن أو زائدة الدودية تلتهب عنده، صدق يركض قبل بغداد. وإذا ما كل لبنان ما كل تركيا. البدن عنده كلش مهم الإنسان، أما الروح شيء لا مو هامشي يعني. أيضا جابر اهتم بهذا الموضوع، وأرشدكم إلى قضية جدا مهمة. جابر بن حيان مو بس طبيب، صيدلاني، لأن الصيدلة، علم الصيدلة هو اسمه علم تركيب الأدوية. يعني الصيدلة مو واحد واقف ورا الميز تجيب له الراتشيته تقول له يعطيك براسيتول لو فولتارين، لا اخواني. هذا جابر مثل ابو علي سينا، سامعين بي ابو علي سينا؟ هذا رجل شيعي، هذا عاصر وعاش بالقرن الرابع، رجل من بلاد فارس، اول من اخترع المستشفى السيارة. يروح للصحراء يجيب نباتات يسوي ادوية، ومن يعطي دواء ببلاش مو بفلوس، إلى أن مات بمرض القولون، صار به سرطان قولون ومات، ما قدر يكتشف له دواء. هذا أبو علي سينا أيضا يعتبروه أرسطو هذا وإفلاطون، يسمونه المعلم الأول أبو علي سينا. هذا جابر كان أبوه صيدلاني، راح البلاد فارس درس الصيدلة جابر، وإجا قام يسوي أدوية، فتح صيدلية ببغداد. هو هذا جابر بن حيان، كيمياء، فيزياء، رياضيات، فلك، طب، صيدلة، كلهن ذنلامهن هو. ومع ذلك مارس الصيدلة، مو مثل ربعنا يشتري الشهادة مال الصيدلاني ب2,000,000 وخلالها قطعة ووقف ورا الميز وهو ما يعرف. ما عندنا هيك عمي. يا اكو بالصيدلية طبيب صيدلاني؟ قال لا والله كل احنا نعرف.
هذا ابن فلان قاعد له سنة سنتين قام يقرأ راجيته يعرف الدواء قام يبيع دواء. ما يصير هذا. حتى القانون إذا ما سمح عند السيد السيستاني، إذا القانون ما سمح حرام شرعا، شرعا حرام. يعني مثلا القانون يقول إلا أن يكون بائع الدواء صيدلاني أو من هو تحت الصيدلاني. ما يجوز واحد يجي أي واحد يقعد حتى إذا عنده معرفة 100%. حرام إذا القانون يمنع. احنا نعرف ان الصيدليه لازم يشبيه طبيب شنو حتى يصير مستشار دكتور. هذا دواء هذا ما جاي براتشيته يريد قطرات لبنه، قال ما اقدر شلون اعطيك بابا انت ابنك ايش بيه؟ شويه بطنه توجعه، اذا انا شويه يحك بيها. قال ها يفكر هو انت جايب له قطرات قبل سنتين معطيك اياها دكتور بالنجف. يقول لك بابا هاي خلصت، هاي تجي خير شكيل وهذا يبي اثار جانبيه. ايش مدريك؟ ايش مدريك انت؟ عنده التهاب باللذانه فينستيل الطيب، عنده شويه سخونه من هالادويه هاي ما اعرف اسمها. وهذا الواقف قال لي اقول لك سنوني توجعني، قال خوي دخل من هذا الدواء او شوف انت ما تعرف يعني زين. المهم فاذا الإمام الصادق الآن يستحق التقديس لو ما يستحق، خدم الإنسانية لو ما خدم. إذن هذا مجلسكم ليس مجلسا دينيا فقط حتى تقول أكو جماعة يجوز يمرون علينا يزعلون. يمرون علينا يقول يزعلون، ايش عندهم جماعة قاعدين؟ وين تسولفون انتم؟ ما نسولف دين احنا هسه. إذا أنت كاره الدين احنا ما نحكي دين هسه، ايش نحكي؟ نحكي علم هسه، العلم اللي أنت تؤمن به وانت كاتل روحك عليه، اللي من عنده الجالكسي، اللي من عنده نت 3 ونت 4 والايفون، هذا كله علم واحنا قاعد نحكي علم. اذا الامام الصادق يستحق ان نتحاور به، يستحق ان نخلي له مجالس، لان هو اللي وصل العالم الى هذه النتيجه. على مستوى الطب ايضا ادخلوا، انا ما تعبكم، لا ترجع للمكتبات وانت قاعد مكتبات العالم. شوف الإمام الصادق وين وصلت أبعاده في هذه العلوم. كل الناس عيال على الإمام، حتى قال سفيان الثوري صاحب المذهب الميت يسمونه، وأبو حنيفة وهالثلة ماكو هاي النكرات هاي، يقولون إذا دخلنا على الصادق وجدنا العلماء أكابر العلماء كالعصافير بيد الصياد أمام الصادق. عصافير صغار يم الصادق. هو هم الصادق عليه السلام من يسولف لهم قضايا علمية يعني بحتة إلى آخر الحديث. الوقت لا يسع لذلك. أتعبتكم، صلوا على محمد وآل محمد. لذلك إخواني، وأنا خطابي للأخوة اللي يسمعوني القاعدين الآن، لذلك إخواني جزاكم الله خير، لا نروح مآخذ تقديس وما تقديس. تقديس بمقدار العطاء للإنسانية، بمقدار العطاء للأمة. هاي 1 2. ترى مجلس الحسين، مجلس الصادق، مجلس علمي، مجلس فائدة، لا تحرمون أنفسكم منه. إخواني شباب عمامي السادة القاعدين، ترى مجلس سيد الشهداء، مجلس آل محمد، مجلس علمي. أنا أكو إشكالية أطرحها عليكم وأنتقل أختم، ما أريد أطول. لماذا تعزف الناس عن مجلس الحسين؟ سؤال. يعني لو سوينا استفتاء اليوم غماس، وأنا ذاكرها لكم بالمناسبة، خاف واحد ما يدري، والحمد لله إحصائية المقاهي بغماس 40 مقهى. وإذا نريد نقيس تقريبا المقهى عندنا هسه بالولاية بغماس عندنا مقهى واحد، هو ترى مو مقاهي. المقهى الواحد يصير تقريبا من هذا الاستدارة إلى المربعة، هاي ترى قهوة وحدة، يعني كرسي بصف كرسي إلى أن نصل. هاي 40 مقهى، لو نخلي الرواد بكل مقهى 50 نضرب فيه 40 يطلع 2000، يعني 2000 شاب، يعني 2000 إنسان رواد للمقهى، صح؟ ولكن أرجوك من يصير تعزية به 2000 ماكو، سامية لا أقل، مو 100 200. مجلس الزهراء، مجلس الحسين، مجلس الصادق، مجلس علمي، بغض النظر عن الدين. وين الإشكالية؟ ليش ما نحضر؟
الإشكالية فيها عدة فروع ثلاثة. أولا العلة في الخطيب، العلة في الخطاب، العلة في المخاطب، ماكو غيرهن. ولو خطيب لو خطاب شنو؟ لو مخاطب لازم اكو علة. هل لي الناس نفرت من مجلس الحسين؟ لو العلة بالخطيب المتكلم، لو العلة بالكلام، لو العلة بالسامع. بعد هاي الإشكالية أنتم حلوها أخوان. أما على مستوى شوية بالله التفتوا لي، على مستوى الفائدة العلمية، خب إن شاء الله واضحة الفائدة العلمية، استفيد منها آية علم، هاي واحد. على المستوى الفائدة الدنيوية، اسألوا كل واحد حضر مجلس الحسين أو صنع مجلس الحسين إذا لم يعافى في بدنه، حتى عافية للبدن وعافية للروح. هاي اثنين. ثلاثة، أنا أضمن لكم من خلال الروايات حضار الذين يحضرون مجلس الحسين ويطبقون تعاليم أبي عبد الله بما يستطيعون، الضمان الأكيد بالجنة، ضمان أكيد. يوم من الأيام عالم شاف حبيب ابن مظاهر، مر عليكم الرواية، بالرؤية، شاف حبيب بالرؤية، قال له حبيب لو قدر أنك تعود إلى الدنيا شنو أحسن شيء تسوي؟ قال والله لو عدت إلى الدنيا أفضل شيء أصنعه في الدنيا أن أحضر مجلس الحسين. ليش؟ طبعا لأنه لقى العطاء البي شنو هو؟ الإمام الصادق نفسيته. يجي واحد يصعد خطيب، هو اكو واحد اسمه ابو هارون المكفوف، مكفوف يعني ما يشوف، ويا اخواني تعبتكم بس فد ولا الصادق، دقيقتين واختم ما عندي بعد. اكو خطيب اخر، خطباء هواي يجونه، هو يفتح مضيفه. الامام الصادق كل الائمه لقيتهم يفتحون مضايفهم محرم، وبالذات الرضا عليه السلام. ويقعد وين؟ الامام، زعامة الإمام، سلطان العالم، يقعد يم الباب. امتاني ذولا الرواد اللي يجون الشيعة، وامتاني الخطيب، صار الخطيب شاعر عالم ومشكلة. يوم من الأيام جاء خطيب من الخطباء الإمام الصادق، كانوا الشيعة اللي قاعدين يمه قليلين جدا. قال له بكل مناسبة ما ينسى الإمام الحسين هو الصادق. صف الخطيب قال له ألديك شيئا من الشعر على جدي الحسين؟ يقول قرأ له هاي الأبيات: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. يقول دمعت عين الإمام الصادق، بكى بكاء الثكلى، التفت إليه قال: من أبكى 10 دخل الجنة، من أبكى 9 دخل الجنة، ثم قال: من أبكى 1 دخل الجنة، ثم قال: من بكى دخل الجنة. ثم قال له: يا فلان، شوية التفت، أتدري من حضر في هذا العزاء؟ هم قليلين قاعدين. قال: لا سيدي. قال: إن الذين حضروا في هذا المجلس من الملائكة والعالم أكثر من حضوركم، وقد بكوا أكثر من بكائكم. ستموت تشيل لك دمعتين وتتحسر؟ قال لذولا حسرة. أزيدك علم، أكو مليون لقيت بالرواية، مليون ملك قاعدين بضريح الحسين، مليون ذولا حفاة الأقدام، لأن الملائكة تلبس عمائم، لقيتها عمايم بيض. ذولا حفاة الأقدام حسر الرؤوس بلا عمائم، يلطمون على رؤوسهم إلى يوم القيامة على سيد الشهداء. ثم دخل أحدهم على الإمام الصادق، أيضا خطيب. الإمام الصادق عنده وحدة اسمها مريم على رواية، شوفوا هاي كرادة مريم، منطقة كرادة مريم على رواية. مريم هاي بنت الإمام الصادق، أكو مرقد إلها الآن بالمنطقة الخضراء، الظاهر هي هاي نفسها، بس شلون انتقلت لبغداد ما أعرف. الإمام الصادق بالمدينة، الإمام الصادق مرة وحدة أو كم مرة دخل للعراق، وحدة من عندهن راح للحيرة، وحدة من عندهن اجى للكوفة. بالحيرة التقى بالمنصور، والتقى بأبو حنيفة، لأن أبو حنيفة يعتبرونه مفتي العراق. فهاي عنده بنية اسمها مريم صغيرة السن، عمرها 3 ونص 4 سنوات، بعد ما أعرف هذا العمر يشابه يا عمر، أنتم تعرفونه بعد.
صعد الخطيب قال له عندك أبيات شعر على جد الحسين؟ قال له اي سيدي بخدمتك. يقول قاعد الشيعة من يطبون للصادق يباوعون لعيونه. الإمام الصادق هم يباوع للعيون من تصير تعزيه. يوم الأيام صارت عنده تعزيه هو الإمام، الشيعة كلهم قاعدين يبكون، شال راسه يباوع للعيون يا اللي يبكي. التفت لقى شاب ما يبكي هناك بالركب، قام للإمام قاعد يمه ركبه ونص، قال لما لم تبكي؟ قال سيدي ما جتني العبرة. التفت إليه قال أما تحب أن تسعد جدتي فاطمة؟ أنت هاي دمعتك ترى وايد ترتاح الزهرة بيها، لأن تحس بيك وياهم، تحس بيك عفت آلامك وجيت الآلام آل محمد. إيه فالإمام ايش سوى؟ الشيعة كلهم حاضرين، الظاهر بمحرم هي هاي، ومخلي ستارة، مخلي ستارة وجايب العلويات ورا الستارة. بالتعزية الإمام يجيب حتى علوياته يقعدهن ورا الستارة، زوجاته وبناته وخواته. فالشيعة كلهم قاعدين، هو قاعد يقرأ هذا الخطيب. ايش قال؟ قال يا مريم قومي واندبي مولاك. يقصد يا مريم، هو الظاهر مريم بنت الإمام الصادق، هو قاعد يندب. قرأ إلى أن وصل إلى الحسين، أخذ يقرأ على الحسين، الناس كلها تبكي، صار صوت فاتر، وإذا بصوت ناعم من هاي الطفلة تصيح ثلاثا وجداه وحسينه. ثلاث مرات سكت الصوت. قام الإمام الصادق دخل علما للخباء وطلع، قال أيها الخطيب على رسلك لقد ماتت مريم. هاي مريم تقول عنها يا مريم قومي واندبي ترى ماتت هاي. سوتي صاحت وجداه وحسين، سمعت بس بكلام مصيبة الحسين، شاف مصيبة الحسين شلون. جزاكم الله خير. هسه هاي أسأل الله سبحانه وتعالى للقاعدين كلهم والسامعين أن يغفر لنا كل احنا ويبيض وجوهكم، وكيك واحد عنده مريض يشافيه، والقاعد مريض الله يشافيه ببركة جعفر الصادق. اي والله الطبيب سلام الله يعني. وانا اقول لكم هنيئا لكم والله، وفقكم الله، وفق اللي سوى هاي التعزية والقاعدين قباله وعمامي والسادة والشباب، رفع الله شأنكم وحشرنا الله وإياكم مع سيد الشهداء. واسأل الله بضلع الزهرة أن ما يحرمنا من الحسين ويخلي جمرة بقلوبنا على الحسين. ترى والله الدنيا الحسين، الآخرة الحسين، الهوى الحسين، الطعام الحسين، أولادك الحسين، كل شيء الحسين. حياة بلا حسين كل قيمة ما إلها ترى. اي والله اي والله. اي هنيئا لمن خدم سيد. وراح يجيكم محرم ترى، ما بقى قليل. الله موسم ابو السجاد موسم. اقدر ابتشيكم ان شاء الله فد روايه واخذ لي بيتين شعر، واني همين مو كلش طماع، اذا طلعت دمعه واحده كافي ان شاء الله. اي يوم 11 محرم اجى واحد عمر بن سعد قال له ولك عمر ولك الزلم قتلناه، العباس قتلناه، الحسين قتلناه، علي الأكبر القاسم، بقت بس نسوان وأطفال، ذولا نقتلهم لو نسبيهم؟ قال لا قتل لا تقتلونهم. كان شو نسوي؟ قال نسبيهم. قال له ولك ظل صارت 3 أيام ما شاربين ماء ذولا، مويه خلي يشربون عاد والدنيا حارة. قال خذوا لهم الماء بس ويايتم قلوبكم، أرد أخذ قلوبكم اذبها هناك بالضعن مال أبو السجاد. اي والله اللهم احشرنا مع ضعن الحسين يا الله. يقول صدق جابوا قرب الماء الاواني وخلوهن، صاحوا يلا زينب ام كلثوم رباب ليلى رقيه سكينه فاطمه، لا مو كلهن تمن، يلا طلعوا شربوا الماء ويايتم، صار مثل الهلال على الماء مثل الهلال. زينب تقول لام كلثوم خويا شربوا مويه، قالت انا اشرب ما اقدر. هسه ما تقدر انتم تدرون ليش. ام كلثوم شو تقول لسكينه؟ عمه سكينه شربي ماي، قالت لا عمه ما اقدر. ليلى شربي ماي ما اقدر. فاطمه الصغيره ما اقدر. يقول استغربا من البنيه اسمها رقيه، شالت قربه الماء وركضت بالصحراء هج. وين تردين رقيه؟ صاحت عمه ارد الحق على ابوي، من طلع من الخيمه سمعته يقول عطشان ارد اطيب مويه. زين هو الحسين ظل بي بعد جثه بلا راس، يقول عاد
وصلت له باوعت له قالت له ابويا شلونك يا ابويا بعدك عطشان ابويا جبت لك اردسقيك بدموع عيوني يا ابويا. الله البيت هذا لقلوبكم الطيبه. قعدت يمها زينب وباقي العيال قاعدين يم الحسين بلاي راس الحسين. قال له هاي هي ابو علي ابونا انت راح تروح يا علي انت ابو المحنه ابو علي من يحن علينا بعد. خيعانه 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 يا ابويا اللي يشمك اللي يشمك اللي يشمك وخيعان اللي يقضي العمر يمك. اي والله اي والله انتم خيعونكم هذا اللي يقضي عمره يم الحسين خيعونه. اي والله لا تفارقون الحسين ترى ما حد يسوى بالدنيا غير ابو السجاد. خيعان 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 يا ابويا اللي يشمك اللي يشمك او خيعان اللي يقضي العمر يمك. بويا 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 فراق بنتك ما يهمك يا ابو. أولي الدور قاعدة يمه. أنا راح أذكركم بالشهداء هذول اللي عندهم يتام بنيات صغار. والله لقيت ذني هاي مرة قاعدة يم قبر زوجها ومخليه عليه كيكة وياها اثنين بنات اثنين يتامى. سألت قالوا هاي المرة اليوم عيد ميلاد بنت وجابتها المن تعيد يم أبوها بالقبر. عاد هاي البنية اليتيمة تقعد يم أبوها تقول له أبويا 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 بويا أنا الغريبة ويا غربتي يا أبويا يا غربتي ما عندي أبو يقل السكتي. أبويا والله الأبو عمي والله إذا راح الأبو من البيت انتهى البيت انطفى انطفى. اي والله وشلون أبو مثل الحسين يتحصل بويا بويا ما عندي أبو ويقل سكتي وما عندي أخوي نشف دمعتي يا أبو. دور زينب قالت يلا عما رجعونا للخيمة. من رجعونا للخيمة قعدة هناك كان يقعد الحسين هناك كان يصلي هنا يصب له طعام وياكل. أبونا أبونا اليوم موش بالبيت وانا الموت ياخذني تمنيت يا ابويا ويا عمود الوساط يا شايل البيت. بيت واحد واسالكم الدعاء. الدور من صعدين بالضعان يقول مرت زينب عاد وقفت بين اخوتها صاحت هاب الغير عباس نايم وخلوني عاشت بهاي الحكي تقول له الاخو تقول له من عايده تفقد ابوها تدير الوجه تالي لاخوها والله لاخوها تالي زينب ضيعوها راحه واهلها وما لفوق. رحم الضائعات بعدك ضعنا.